اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله. طبعا النهاردة زهقنا من الطبيخ والأكلات ومش عارفة ايه، قلنا ايه نعمل النهاردة حبة 2 وحدتين كده رنجة معاكم. طبعا أنا هنا حاطة فلفل وخيار وطماطم وبصل والتحبيشة اللي هي ايه الحبشتكنات اللي احنا بنعملها للرنجة يعني. تمام. وطحينة اهي ان شاء الله. وشطة. المهم بقى ايه وضبت دول كده وجهزتهم، قلت عشان ايه ماخدش وقت كتير معاكم. تمام. وهنا معايا البطاطس اهي مقشراها ومخلصاها وحطها في المية بملح بخل، وهنسمي الله كده يا جماعة. دول كده رنجتين اهم زي ما شايفين. طبعا انا هحطهم على البوتاجاز على كده، يعني ايه احطهم على البوتاجاز واخلي عشان القشرة دي كده تطلع مني. ما ينفعش تحطيهم على البوتاجاز على الشعلة، بينزلوا زيت وبيبهدلوا الدنيا. فهتحطيهم في صينية زي كده، يكون او صاج صفيح او صاج من اللي بتعملي يعني بتخبزي عليه، يكون مش عايزاه. فدي انا ما بحتاجهاش، اللي هي ايه في كام بطاطا او رنجة او حاجة يعني. دي مخليها للحاجات اللي هي ايه عشان ما تنزلش تبهدل الدنيا الحاجة. تمام. يلا بينا كده يا حبايب قلبي ونسمي الله مع بعض كده يا حبايب. يلا بينا. هروح كده على البوتاجاز وارجع لكم تاني احط الرنجيتين دول كده. طبعا انا كده خلاص زي ما شايفين كده الجلدة اتفتحت وزي الفل زي ما شايفين كده. طبعا هنشيل ده احنا ونحطه على التحبيشة اللي احنا عملناها. بسم الله ما شاء الله جميلة بصراحة. يلا يا جماعة بسم الله. رنجتين حلوين يستاهلوا مبطرخين ومال كده حلوين. نضفهم كده نحطهم على البتاعة بتاعتنا، ويبقى معانا البطاطس اللي هنحمرها. مسحت بس كده. أكلة سهلة كده ومش مكلفة ولا حاجة. طبعا هنا بنلاقي الشوك كده، الشوك قصدي. بصوا نشيل بقى الشوك ده رفيع، ونلاقي لو لقيتي حاجة زي كده برضه ما تحطيهاش على الأكل. بصوا تلاقيها كده اللي لونها كده أنا ما بحطهاش على الأكل. حط اللي هي الفتحة اللي زي كده. معلش عشان الغسالة معايا الموتور بيعمل لي ايه صوت كل شوية في الغسالة. بيعمل صوت في السخان ويعمل صوت في الغسالة قصدي. بس كده.
طبعا عشان ايدي فيها زي ما شايفين كده أنا بحب أغسلها اللي الاقي فيها النظافة حلوة مطلوبة في كل الأحوال. طبعا أنا هشطف إيدي عشان الأصوات. الحمد لله ما فيش أي صوت، نحمده. خلصهم بقى بسرعة بالمرة معاكم. تمام، بسم الله. اللي زي دي كده تحطيها، لكن اللي بتلاقي فيها حاجة زي اللي شفناها دلوقتي يا بنات بتشطفيها عادي يعني وتحطيها، لانك انت كده كده عاملة محبشة البتاع ده كله. فايه النظافة مطلوبة في الأكل بالذات اللي زي كده. عشان كده أنا كنت عايزة أفصل الفيديو مش عليا، معلش بضطر أفصل عشان الأصوات. احنا كده على الشارع ومفيش معلش أنا آسفة والله يا جماعة، مش عارفة أودي وشي منكم فين. كل فيديو تسمعوا الأصوات. بصوا كده طبعا. بالنسبة للبصل يا جماعة هنا عندي اللهم صل على النبي، عندي البصل تحطي له معلقة ملح وتغسليه بيها اللي هو زي كده الناشف. بس بعد كده تصفيه من الملح بتاعه والغسيل وتعصري عليه ليمون. ده بيخليه مش حامي يعني في أكله، بيخليه هادي كده وطعمه جميل يعني. أنا قلت أقول لكم الفكرة المعتمدة على طول. يلا بينا كده يا حبايب قلبي، كده خلاص جهزنا البطاطس اهي. هنغرف بسم الله. ايه رأيكم في الرنجة الحلوة دي الجميلة؟ ايه رأيكم يا جماعة؟ صحيح هي فيها شوك بس الشوك بتاعها رفيع ما بيضرش يعني. انا ما بحبش اهرسها كده قوي في الخلطة بتاعتها، بتبقى يعني كده مصححة، بتبقى شكلها حلو وتبقى طعمها جميل يعني أحلى. بس كده يلا بينا. اتفضلوا معانا يا جماعة، اتفضلوا معانا يا حبايب قلبي. وكده نكون خلصنا وصفة. اتفضلوا معانا يا حبايب قلبي وبحفظ الله ورعاية الله. اتفضلوا معانا يا جماعة بحفظ الله ورعاية الله يا حبايبي، ومع ألف ألف سلامة. وأتمنى تعجبكم الطريقة بتاعت الرنجة اللي أنا عملتها دي وتنول إعجابكم. وفي حفظ الله وحبايب قلبي، ولايك وشير. ما تنسوش الاشتراك يا حبايب، ما تنسوش الاشتراك يا جماعة. في حفظ الله يا حبايبي ورعاية الله، ومع ألف ألف سلامة. في حفظ الله.